بسم الله الرحمن الرحيم. البقاء لله يا حاج إبراهيم، وإن لله وإن إليه راجعون. شيع مجلس إدارة اللجنة النقابية بفندق شيراتون القاهرة بمزيد من الحزن والأسى اليوم الخميس، وبصحبة جمع غفير من المشيعين، الزميل النقابي السابق بفندق شيراتون القاهرة المرحوم والمغفور له بإذن الله أحمد محمود لمثواه الأخير. والمغفور له هو شقيق الزميل النقابي الكبير الحاج إبراهيم علي، الذي له أيادي بيضاء على معظم موظفي فندق شيراتون القاهرة، فهو خادم للكبير وللصغير في كل مجالات الحياة، ونجده دائما في أي وقت ودون كلل أو ملل يقدم خدمات جليلة ومهمة وفعالة لأصدقائه وأحبابه وزملائه في فندق شيراتون القاهرة ومن خارج الفندق أيضا. وعليه نتقدم له بخالص العزاء والمواساة، والأسرة المتوفي أيضا، والبقاء لله وإن لله وإن إليه راجعون. والعزاء سيقام مساء غد الجمعة الموافق 1 يونيو 2012 بمسجد الحجاز الكائن بين الطالبية وفيصل والهرم. ولا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم. أخوكم إبراهيم علي، عنه أبو يوسف. بسم الله الرحمن. إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا بل لا تكرمون اليتيم، كلا بل لا تكرمون اليتيم، كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين، وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم، وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم، وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ
يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. حج إبراهيم علي يتقدم بخالص الشكر والتقدير لكل من واساه في وفاة شقيقه، سواء بالاتصال به تليفونيا أو تلغرافيا أو بالحضور شخصيا، ولا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم.